صباح الخير. الأيام دي في فراولة في السوق كتير. ده موسم الفراولة، فيلا بينا بدل ما ناكلها أو نعملها عصير بس. إيه رأيكم نعملها مربى؟ بتطلع معانا مربى في البيت. في منتهى الجمال، لا بدون إضافة جيلي أو جيلاتين أو أي حاجة عشان تلف معانا أو تاخد لون. لأ، هي فراولة طبيعية جدا، مش متضاف لها أي حاجة. المقادير في منتهى البساطة. معانا كيلو فراولة مغسول ومنزوع العنقود بتاعها. بعد ما عملت إن غسلتها وشلت العنقود أصبحت كيلو. يعني ده كيلو كامل معاه 350 جرام سكر أو كوبايتين سكر. باخد كمية الفراولة أحطها في الخلاط أو الكبة، ويدوب ضربتين اتنين بحيث تبقى مش عصير يعني فراولة، لأ، وتبقى قطع، تبقى قطع مضروبة. وباخدها أحطها في الحلة وعليها السكر واسيبها ليلة أو ساعتين زي ما تحب. بالشكل ده هي قطع، مش عصير ولا حاجة. الفكرة من كده إن هي لمّا أحط عليها السكر ما يبقاش سائل بقى، ما تبقاش فيه سوايل كتير وأحطها على النار كتير علشان تتشرب السوايل فتغمق مني، لأ، هي هتتلف بسرعة بالطريقة دي وما بتاخدش وقت على النار. لو زي ما أكون حاطاها قطع بالسكينة، لفِّة الفراولة في الخلاط وإضافة السكر عليها بتودّيها في حتّة تانية خالص. باسيبها في التلاجة ليلة وبعد كده أبتدي أشتغل فيها. باجيبها بقى من التلاجة أحطها على النار، ألاقي السكر داب وهي متجانسة، ما نزّلتش مَيّة كتير. بتبقى بالشكل ده. بتفرق جدًا يا جماعة موضوع الخلاط دي أو الكَبّة. باسيبها على أول ما أحطها على النار بتغلي، بالاقي في ريم اتكوّن، لازم أنزع الريم ده وأشيله. بتاخد 5 دقايق كده الريم معايا أشيله. بعد كده باسيبها على نار هادية جدًا لحد ما تتلف معايا وتبقى توصل لدرجة النضج. بالاقيها ده كده وصلت لدرجة النضج، خلاص هي استوت معايا. باضيف بقى يا إما ملح ليمون ربع معلقة، ده حسب كمية الفراولة اللي أنا عاملاها، ده كيلو بس، أو عصير ليمونة، عصير ليمونة كبيرة أو ليمونتين، وأقلّبهم. ويا دوب بعد إضافة الليمون بتاخد مثلًا 5، 10 دقايق وأطفّي عليها. طبعًا لمّا باحفظها دي يا جماعة شكلها النهائي، شايفين اللون والشكل عاملة إزاي، واللفة بتاعتها مش غرقانة في المَيّة أو العصير بتاعها، عشان موضوع ضرب الخلاط دي فرقت كتير. شايفين يا جماعة فراولة 10 على 10. طبعًا غير الجاهزة جدًا، دي طعم الفاكهة باينة، طعم الشكل جميل، مش ما فيهاش ريحة الجيلاتين ولا الجيلي ولا الكلام ده. باسيبها تبرد تمامًا، ولمّا بارفع الغطا يا جماعة لو في مَيّة أبقى حريصة جدًا إن هو ما ينزلش في المربى مَيّة عشان تحتفظ وتفضل محفوظة في التلاجة فترة كويسة. المَيّة لو نزلت بتخلّيها تبوظ بسرعة. حتى البرطمانات اللي هاعبي فيها تكون نضيفة وجافة، وبتبقى معانا أحلى مربى بالشكل ده. شايفين يا جماعة عاملة إزاي؟ مربى رائعة، معمولة في البيت، ليها طعم غير الجاهزة خالص اللي بيبقى ما فيهاش ريحة الفاكهة، أو ما فيهاش طعم الفاكهة باين أصلًا. كده خلصنا وصفتنا النهارده. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للفيديو لو عجبكم، ونتقابل في وصفات جديدة إن شاء الله.